نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام على السلاتي، السلام دوك الزينات، دوك الفحلات، دوك اللي دايما يتبعوا الأطباق نتاعي. نشكركم بالبزاف. اليوم جبت لكم فيديو جديد وهو كيفاه نطيبوا الكسكسو نتاع القبايل. يعني الكسكس نتاع القبايل ما يجيش ممرق كما راكم تشوفوا، يعني يجي باللبن. وتابعوا التحضيرات كيف حضرت لكم هذا الكسكسو اللي جا رائع رائع رائع. اذا تبعتوا الخطوات من الاول الى الاخر راح تشوفوا كيفاه حضرت لكم هذا الكسكسو. هنايا نقبضوا كما الكسكسو او الطعام كما نقولوا حنايا، نفرغوه في هذا الاناء، او بالاحر نقول لك القصعه، ونشمخوه ونخلوه ينشف. يعني راح يجيكم شباب شباب، وراح يعني اكيد اذا قطعتوه يعني راح تداوموا عليه. هنايا الخضره اللي راح نوجد بها هذا الكسكسو كما راكم تشوفوا، عندي القرعه، عندي الجزر، الزروديه، عندي البصله، عندي الحمص، وبغا نديره يعني بالطرف نتاع الدجاج. وبطبيعه الحال راح نديروه يعني بالتتبيله نتاعو. يعني جبت له شويه نتاع ملح وشويه نتاع راس الحانوت فقط، يعني ما نكثرش فيه القوام كما نقولوا حنايا. هنايا راح نديره في الكسكاس يفور. كي يفور هنايا راكم تشوفوني راني نحله، يعني تفوريه كيما الطعام عادي، يعني تفور يعني ديريه كيما الطعام. لكن طريقة التحضير كيف نحطوه وكيف نوجدوه في الآخر هذيك طريقة أخرى. تبعي معايا وراح تشوفي كيف وجدت لك هذا الكسكسو اللي هو الطعام حنا نقولوا له. هنايا راني نحل الطعام، يعني عاوديه، حنا نقول لك تعاوديه كيما يعني كيما يلزم، كيما الطعام العادي. يعني تابعوا راح تشوفوا كيف وجدناه. هنايا عندي كما كتشوفوا قطعت يعني الجزر، قطعته واللفت، يعني الزروديه واللفت قطعته على شكل كروات كما راكم تشوفوا. يعني هنايا الخضره اختياريه، بصح انا قطعتها على شكل كروات باش يجي في الطعام في اخر المطاف يجي شباب. هنايا كذلك حتى الخضر راني نفورها، يعني كما قلت لك الكسكسو نتاع القبايل راني نوجدها على طريقه اخرى. يعني ما نديروش المرق في الكوكوط ونطيبو لا. هنا وجدت درت الزروديه واللفت يفوروا في الكسكاس. هنا بعد اللي طيبت جوج تفويرات نتاع الطعام. الثالثه درت الزروديه واللفت هذاك الخضر درته يفور وفرغت عليه الطعام من الفوق وخليتهم يفوروا مع بعض. وهنا كيما تشوفوا راني كبيت الكسكاس في القصعه، يعني الخضر متخلطه مع الطعام. يعني تابعوا معي الفيديو وما تفوتكم حتى خطوه. اكيد اذا وجدتوه كيما وجدته هنايا اكيد راح تداوموا عليه وتوجدوه كل خطره. هنايا عندي الطعام فور هو الخضر. واش نضيف عليه؟ نضيف عليه كذلك الحمص اللي كنت مطيبه على جنب. يعني هنايا الحمص طيبته وحده في الكوكوط. يعني واش نقول لكم، حاجه يعني روعه، يعني بنه فوق الخيال. وهنا حبيباتي واش ندير؟ راح نخلط الكل، يعني تابعوا راح تشوفوا. هنايا نزيده زيت الزيتون، يعني باش ندهنوه بزيت الزيتون. يعني حاجه واش نقول لكم، يعني بنه تشهي. يعني ودائما عارفيني بدي دائما نوجد لكم الا الاطباق التقليديه، يعني ما نخلوهاش تنقرض، لازم نوجدوها. يعني كيما نقول لك يعني جديد بنته والقديم ما نفرطوا فيه. انايا نفرغ عليها يعني هذيك التتبيله اللي هي شويه نتاع الكمون، يعني راس الحانوت، وشويه نتاع ملح. يعني ما نكثروش فيه التتبيله بزاف، يعني البنه هنايا راح تجي مختلفه. وديك شويه نتاع الملحه كيما راكم تشوفوا. وهنايا نخلط الكل، يعني هنايا نخلط الطعام، اعمل خضره، اعمل الحمص، اعمل الزيت، اعمل التتبيله هذيك. وراح تشوفوا كيفاه يجيكم من البن. يعني راح تذوقوه وراح تخلوا لي التعاليق نتاعكم في لي كومونتير كيفاه جاكم اليوم هذا الكسكسو. يعني خلطيه الكل باش تدخل فيه كل هذيك المقادير وراح تشوفي كيفاه يجيك. وهنا يا حبيباتي وجدت لكم هذه القصعه نتاع الكسكسو نتاع القبايل باللبن. اكيد اذا وجدتوها كما وجدت انا راح تجي رائعه رائعه جنه، وراح تجي بدينه بالبزاف. أتمنى حبايبي يكون عجبكم الفيديو، وإلى فيديو آخر بإذن الله. دمتم في رعاية